الحمد لله رب العالمين. للأسف والله الواحد زعل على ضرب إيران وضرب المناطق دول الخليج. الواحد زعل ليه بقى؟ احنا معانا رئيس ذكي، وطول عمر مصر هي فعلا زعيمة العرب. ما تنكروش دي محدش ينكرها. قال لكم نعمل وحدة عربية، جيش عربي موحد إسلامي، كان 21 دولة زي ما ربنا قال: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله وعدوكم. مش ربنا اللي قال؟ السيسي كان عايز يعمل كده، يعد قسما بالله وانا على مصلية ربنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو 10 دول إسلامية وعربية لكانوا ضربوا أمريكا وإسرائيل ودمروهم. احنا معانا راجل ذكي وراجل بطل. والله 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 لو محمد مرسي موجود لكانت مصر في مكانة إيران. أنا الراجل ده أقسم بالله العلي العظيم، وأنا بقول لك أنا لسه مصلي العشاء وفخر مني لربنا ان انا بحلف على مصليته. الراجل ده انا نفسي اقابله كده، السيسي ده، واخده بالحضن وابوس دماغه، ابوس دماغه. كان العالم اللي ما بتفهمش تقول لك هو بيصلح الجيش، والجيش انت في حد جاي يضربنا؟ اه يا حبيبي، لو جيشك القديم كنت انضربت، لو صواريخ بشوره ولو مؤاخذه سكود القديمه والكلام ده كانت انضربت، طيارات اف 16 اللي هي مديها لك لو مؤاخذه في الكلمه مديك اخر فئه كانت انضربت. وتيجي تقول له ما ده احنا جعانين، ده احنا ما بناكلش، ده احنا ده اليوم يوم صدر على دماغك ودماغ امك. ده انا الراجل ده المفروض نبوس الجزم بتاعته. الراجل ده هو المفروض نبوس كده كل يوم الجزم بتاعته. ده لو ليه 100,000 جزمه مش جزمه واحده. عرفت ان مصر كانت ماشيه في الطريق السليم، والراجل ده هو حرام نيجي عليه. اقسم بالله حرام نيجي عليه. تحيا السيسي وتحيا مصر، وربنا على شأن مصر. ومصر ماشيه في الطريق السليم ومنصوره ان شاء الله، وانتصرت على المؤامرات وعلى المخططات وعلى كل حاجة وحشة. وسبحان الله ده ربنا حفظ. عرفتوا يا عرب ان انتوا ما عندكوش اساسا ذرة من حفظ الدين بتاع الاسلام. وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله وعدوكم. لو كنتوا سمعتوا كلام السيسي واتحدتم ما كانش ده بقى مصيركم. واحنا يا جدعان اللي كنتوا بتقولوا السعودية وكانت الدول الخليج بتقول لك انتوا بلد الفول والطعمية. عامة احنا بلد الفول والطعمية بس ما عندناش قواعد أمريكية. العز والفخر ليك يا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا شعبها.